سؤال من عميلة: ليه ما بقدرش أحقق أهدافي رغم محاولاتي المستمرة؟ 5 أسباب بتخلينا نفقد تحقيق أهدافنا اللي احنا ممكن نكون مصرين عليها تماما. أول سبب عندنا الهدف ما بيكونش واضح قدامنا، احنا بنبقى شايفين هدف ولكن مش عارفين نوضحه، والحل عندنا ان احنا نستخدم نموذج سمارت في تحقيق الأهداف أو في تحديد الأهداف. رقم 2 ان الهدف ما بيكونش ليه خطة ثابتة وواضحة لتحقيقه. المفروض يبقى عندي خطة يومية، هعمل خطوة واثنين ثلاثة تكون محددة بوقت ومحددة بالزمن. رقم 3 ان الهدف ممكن يكون اصلا هدف غير واقعي، انا حاطه هدف عالي جدا عن امكانياتي او عن قدراتي او عن المتاح في الوقت الحالي، ممكن يكون متاح قدامي بعدين، بس في خطوات انا محتاجه اخدها في الاول علشان اقدر اوصل لهذا الهدف. رقم 4 معايا وهي الخوف من الفشل والخوف من عملية التغيير. بعض الناس بتخاف جدا انها تدخل في تجارب جديدة او في شغل جديد بسبب ان هي خايفة ان يتقال عليها فاشلة او ان هي فشلت. فلو احنا خدنا ان الفشل ده هو فرصة للنمو، فرصة للتطور، فرصة ان انا اتعلم منه واخد منه خبرات، ده بيخليني قادر ان انا اواجه اي فشل ممكن امر بيه واكون قادر على احداث التغيير في حياتي. رقم 5 والاخير معانا هو افتقار التحفيز والاستمرارية، الانضباط. اربط الهدف بتاعك كل خطوة انت بتعملها بشيء يحفزك، برحلة حلوة، صحبة كويسة، بصديق تقضي معاه وقت ظريف، ان شاء الله حتى تكون شوكولاتاية هتاكلها وهتستمتع بيها. كل ما يبقى فيه محفز ليك، كل ما تاخد خطوة خد المحفز بتاعك. وكمان قرب من الناس داعمة ليك، الناس اللي بتشجعك، الناس اللي انت وسطهم ممكن تقول انا كده بشحن طاقتي، ناس تدفعك لقدام. ولو مفتقر للامر دون ومفيش حد تقدر تستعين بيه في الامر دوت، فدور على متخصص احضر معاه سيشن يديك القوه ويديك الدفع ويخطط لك الاهداف بتاعتك ويرتب معاك دنيتك. لو مهتم بالموضوع حابب تعلمه لنفسك فاحضر معانا دبلومه الكوتشنج متخصصه ان شاء الله، هنبداها قريبا جدا. اهلا بيكم فيها. معكم عبير سلام، لايف كوتش معتمد من ICF وميتا ثيرابيست. انتظرونا في فيديو جديد بمعلومات كتير.